السلام عليكم ورحمة الله. طلاب ثالثة ثانوي هنبدأ مع بعض دلوقتي ملخص سريع لأول حصة. فأول حصة كان عندنا 3 مثلثات مهمين جدا. أول تراينجل فيهم كان بيتكلم على الكيو، وقلنا ساعتها إن الكيو بتساوي ان اي. الكيو كانت الكوانتيتي اوف تشارج أو الاماونت اوف تشارج بتقاس بالكولوم، وطبعا الان دي كان معناها النمبر اوف الكترونز، والاي ده كان رقم ثابت 1.6 باي 10 باور نيجاتيف 19. خلي بالك بقى من حاجة مهمة جدا، لو انت معاك نمبر تعرف تجيب الكيو، ولو انت معاك الكيو تعرف تجيب نمبر عشان الاي رقم ثابت. الحاجه الثانيه خدنا مثلث كمان بعدها بيقول ان الكيو بتساوي اي باي تي، فلو انت عايز الاي هتساوي كيو على تي، والتي بيساوي كيو على اي، وطبعا الكيو بتساوي اي باي تي. نقطه مهمه جدا، اتفقنا ان الاي بتساوي كيو على تي، وانا ممكن اشيل الكيو واكتب مكانها ان اي من التراينجل ده على تي، فيصبح عندي قانون جديد للاي اللي هو ان اي على تي، ودي ما فيهاش مشكله. المثلث الثالث اللي احنا خدناه وهو انه الفي بتساوي الدبليو على كيو. طبعا بالمره هنا الاي اللي هي الكرنت انتنسيتي بتتقاس بالامبير، والتايم اكيد بيتقاس بالسكند، والكيو الكوانتي بالكولوم. هنا ده الورك دان بيتقاس بالجول، الكوانتيتي بالكولوم، وده البوتنشال ديفرنس بيتقاس بحاجه اسمها فولت. طبعا لو انت عايز الفي هتساوي دبليو على كيو، ولو انت عايز الكيو هتساوي دبليو على في، ولو انت عايز الدبليو تبقى في باي كيو. ده كده بالنسبه للمثلثات. ماشي. الحاجة التانية بقى خدنا شوية حاجات نظري كده بسيطة. قلنا يعني ايه كلمة electric current. كلمة electric current كان معناها it is the flow of electrons in a conductor أو flow of charges in a conductor، حركة الإلكترونز جوه السلك. واتفقنا ساعتها إن في شوية conditions أو شوية شروط عشان الكهرباء تمشي جوه السلك. أول شرط إن يكون في source of energy اللي هو غالبا بيكون باتري. تاني شرط يكون في connecting wires يعني أسلاك مصنوعة من مادة ينفع يمشي فيها كهرباء. تالت حاجة يكون السيركت دي تكون closed يعني مقفولة، يعني ما ينفعش أسيب السيركت اوبن واللمبة تنور، أكيد ده مش مظبوط. طيب بعد كده خدنا إن في 3 أنواع من المواد. مواد اسمها جود كوندكتور، ودي مواد عندها عدد كبير من الفري الكترونز، وخدنا مواد اسمها باد كوندكتورز، ودي عندها عدد قليل من الفري الكترونز. وفي مواد اسمها السيمي كوندكتورز مش هندرسها خالص دلوقتي، هندرسها في تشابتر 8، فعشان كده ما اتكلمناش عنها. طيب النقطة الأخيرة اللي خدناها في الحصة اللي بعدها أو في الجزء اللي بعده يعني، وهي الدايركشن اوف كارنت. اتفقنا إن في حاجة اسمها conventional direction أو traditional direction، وده معناه إن اتجاه الإلكترونز أو اتجاه الكهرباء خارج من البوزيتيف أهو outside the battery وبيرجع لحد النيجاتيف، الكلام ده بره البطارية. بس لو قال لك جوه البطارية يبقى ماشي من النيجاتيف للبوزيتيف. الاتجاه الثاني اسمه الكترون دايركشن او اسمه تراديشنال الكترون او اسمه الريل دايركشن او الاكتوال دايركشن، الاتجاه الحقيقي. الحقيقه بقى ان الكهرباء بتخرج من النيجاتيف اهي، تفضل ماشيه 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 من بره هنا ترجع للبوزيتيف، بس من جوه السورس بتمشي من البوزيتيف للنيجاتيف. طيب بعد كده خدنا شويه تريكات كده نقولها بسرعه. موضوع الدايركشن بتاع البطاريه ده خلاص قلناه، الريل دايركشن بيمشي من النيجاتيف للبوزيتيف بره البطاريه، والاكشوال والتراديشنال دايركشن بيمشي من البوزيتيف للنيجاتيف بره البطاريه، ولو جوه البطاريه هيبقى العكس. اتفقنا كمان ان الباتري بتبقى مصدر للانرجي مش مصدر للالكترونز، يعني البطاريه بتخرج طاقه بتزق الالكترونز مش بتخرج الكترونز. بعد كده قلنا ان الاريا مش فارقه خالص مع الاي والكيو، يعني الاي هنا وهنا وهنا نفس الاي، والكيو نفس الكلام. التحويلات طبعا كانت مهمه جدا، اهم التحويلات المايكرو باي 10 باور نيجاتيف 6، السنتي باي 10 باور نيجاتيف 2، الملي باي 10 باور نيجاتيف 3. التحويلات دي ما كانتش بس للمليمتر والسنتيمتر والمايكرومتر، لا ده ملي امبير، مايكرو امبير، ملي فولت، مايكرو فولت، اي حاجه تنفع نفس التحويلات بالظبط. ولو انت عايز ترجع بقى من الميتر للمايكروميتر بتعمل باي 10 باور 6 العكس بتاعها. زي مثلا لو انت عايز تحول من مليمتر لمتر باي 10 باور نيجاتيف 3، طب لو من متر لمليمتر باي 10 باور 3، يعني انت لو معاك ملي امبير هتعمل باي 10 باور نيجاتيف 3، لو انت عايز الملي امبير تعمل باي 10 باور 3 عكسها بالظبط. والانجستروم كمان كنا بنعمل باي 10 باور نيجاتيف 10. تحويلات من الاور للمينت باي 60 ومن المينت للسكند باي 60، طبعا اكيد العكس هيبقى ديفايد. بعد كده خدنا قانون، قلنا لو في المساله كلمه راديوس وسبيد هنستخدم القانون اللي بيقول ان الاي بتساوي كيو في على 2 باي ار. وقلنا كمان ان المساله لو فيها فريكوانسي هنستخدم القانون اللي بيقول ان الاي بتساوي كيو باي اف. بعد كده اي سؤال فيه اي وتي بنجيب الاريا
بتاعه المساله، ما بنجيبش سلوب، هنجيب الاريا بتاعه الريكتانجل مثلا لينث باي ويتس، وبتاعه التراينجل هاف باي بيس باي هايت. طب لو عندي شكل زي كده هجيب الريكتانجل ده وبعدين اجمع عليه التراينجل ده يديني الكيو. يعني انت لو جبت الاريا هيطلع لك قيمه الكيو بكام. وخدنا كذا مثال ساعتها في الحصه. يعني مثلا ده هنعمل 10 باي 5 عشان اجيب الاريا. هنا هاخد الاريا بتاعه الريكتانجل الكبير ده هعمل 2 باي 10، وبعدين الاريا بتاع التراينجل الصغير ده هاف باي بيس باي هايت. البيز هنا هي نفس الرقم ده اللي هي 4، والهايت هنا من 2 ل 4 اللي هو 2. هنعمل هاف باي بيس باي هايت للتراينجل ده، ونعمل لينث باي ويتس للريكتانجل، ونجمعهم على بعض هما الاثنين. طيب التشارج ليها رقم ثابت سواء كان الكترون او بروتون، اللي هي 1.6 باي 10 باور نيجاتيف 19. يفضل تحفظ الرقم ده. اتفقنا ان في جهاز اسمه اميتر، وده بيقيس الكرنت انتنستي وبيتوصل توصيله اسمها سيريس. سيريس يعني جنب الحاجه على طول. المنظر ده كده اعتبره كانه لمبه او غساله او اي حاجه بتشتغل بالكهرباء. وفي جهاز تاني اسمه فولتميتر، هنرجع بس نكمل نشوف الفولتميتر اهو. ده بيقيس البوتنشال ديفرنس اللي هو الفولت، وبيتوصل حاجه اسمها بارالل، وهنعرف سيريس البارالل بعدين. طيب كمان قلنا لو في رسمه فيها ان وتي الخط بتاعها طالع لفوق، ده مش معناها ان الاي بتزيد، ده معناها ان الاي ثابته. ليه؟ لانك لو عملت 5 على 1 10 على 2 15 على 3 هيطلع نفس النتيجه. بمعنى النمبر هنا بيزيد والتايم بيزيد، بس لو قسمتهم على بعض يطلع الرقم ثابت. واحنا عارفين اصلا ان الاي بيساوي كيو على تي او ان اي على تي. الاي كده كده رقم ثابت، وهنا ان على تي رقم ثابت، يبقى الاي هتبقى ثابته. من الاخر لو شفت الان والتي الخط بتاعهم طالع لفوق، فالاي هيبقى قيمه ثابته. بعد كده لو انت عندك خطين A و B، فمين فيهم عنده سلوب اعلى؟ اللي رافع راسه لفوق اكتر اللي هو A. يعني الاي عند A اكبر من الاي عند B. كمان نقطه ثانيه مهمه، وهي ان انت لو شفت اتجاهات التشارجز ماشيه قدامك بالمنظر ده، دول عكس الاتجاه فهيتعملوا ماينس، فتعمل 20 ماينس الرقم ده زي ما هو، فكانهم هيتعمل بلس في الاخر يطلع لك 32. طيب التركه اللي بعدها، لو انت عندك هنا فولتج وهنا فولتج، بنشتغل بانهي فولت فيهم؟ بنشتغل بالماينس بتاعهم اللي هو البوتنشال ديفرنس. هنعمل 15 ماينس نيجاتيف 5. بعدها اتعلمنا ازاي نجيب السلوب بثلاث طرق، يا اما بالقوانين تاخد الحرف اللي فوق على الحرف اللي تحت وتشوف بيساوي ايه من المثلثات، يا اما يديك ارقام 5 على 1 10 على 2 اي رقمين تقسمهم على بعض، يا اما يديك انجل وساعتها تعمل تان الانجل. وخد بالك بناخد تان الانجل اللي مع الاكس اكسس، تمام، اللي هو تان ال 30 في الحاله دي. بعد كده خلي بالك لو قال لك كلمه كونفنشنال اعرف ان الكهرباء هتمشي من الكبير للصغير، ولو قال لك في السؤال كلمه اكتشوال اعرف ان الكهرباء هتمشي من الصغير للكبير. بعد كده ازاي نحل مسائل الريشيو؟ تكتب القانون، تشيل الحاجه اللي ثابته في المساله، بعد كده تعوض على طول. لو قال لك في السؤال كلمه دي سي تعرف ان الفولت ثابت مع التايم، فتلاقي ان الفي ثابته كده مع التايم ما بتتغيرش. بعد كده لو انت عندك خط مستقيم ستريت لاين، فده معناه ان الديفايدد بتاع الاثنين دول ثابت. يعني هنا الكيو على تي بيدي ايه؟ بيدي اي، يبقى الاي ثابته، يبقى هنا وهنا وهنا عندهم نفس الاي. بس لو كان كيرف يبقى الديفايدد بتاع دول متغير مش ثابت. يعني عند نقطه A الكرنت غير B غير C، الاي مختلفه. طب انهي اي فيهم اكبر؟ بص، لو انت عند نقطه A هترسم تانجنت حاجه عامله كده، لو رحت عند B هتلاقي نفسك وطيت شويه، عند C هيوطى اكتر. طول ما الكيرف عمال يوطى، يعني الكيرف بيعمل كده بيثبت رايح ناحيه الثبات، رايح يبقى عامل زي الاكس اكسس، ساعتها تعرف السلوب بيقل، يعني اقل واحد فيهم هيبقى C. بقى كده خدنا حاجه اسمها الكتروموتيف فورس. الكتروموتيف فورس دي كانت القوه بتاعت البطاريه كلها قبل ما تتقسم على كل حاجه لوحدها. يعني البطاريه ممكن تشغل لمبه، تشغل ثلاجه، غساله، ثلاث حاجات مع بعض، كل واحده فيهم لوحدها عندها بوتنشال ديفرنس 5 فولت 10 فولت 5 فولت، كلهم 20 فولت. ال 20 فولت دول بقى بتوع البطاريه كتوتال بنسميهم الكتروموتيف فورس. ده كان ملخص سريع كده للحصه. اشوفكم الاسبوع الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله.